متتبعي جريدة مينكس الإخبارية نواصل معكم متابعة الوقفة الاحتجاجية التي قام بها أعوان المناولة في المستشفى المحلي بجربة حمد السوق، مستشفى صدق مقدم، ومعنا الأخت نعيمة لتحدثنا عن وضعيتهم. أنا اسمي نعيمة، نتمثل 14 نعاون في المستشفى الجهوي صدق مقدم. عندنا 11 شهر ما خلصناش وما تساوتش وضعيتنا. نطلبوا من السلطة المعنية تشوف لنا حل. بالنسبة لإدارتنا هي مستشفى قامت بواجبها وعدت الملفات وحضرت لنا حتى اللي سالير مدعنا وكله، مي مراقب المصاريف ما حبش يصحح لنا ويوافق. اليوم وقفة احتجاجية من الساعة 7 صباحا لل 10 صباحا، معنا زملائنا حتى على إطار جهوي مدنين وبن قردين وجرزيس متعاطفين مع حالتنا. نحبوا إذا تشوفون نوصلوا صوتنا وتشوفون حل مع الوزارة، وعلى خاطر وضعيتنا الاجتماعية ما نجموش نصبروا أكثر. عندنا 11 شهر، عندنا نساء معانا مطلقات ما عندهمش شكون يكفلهم، ما عندهمش أي مورد رزق آخر. نحاول تشوفوا لنا حل في أقرب فرصة عشان نجموا نصبروا. المتبعين جريدة مينكس الإخبارية ما يعرفوش الوضعية نتاعكم، علاش ال 14 برك ما تمش تسوية وضعيتهم في حين تمت تسوية وضعية زملائكم الآخرين؟ عندنا زملائنا الآخرين 19 ياخذوا في تسبقة حتى هم وضعيتهم ما زالت ما ترجلتش. وبالنسبة لوضعيتنا احنا 14 عاون ما ثم حد شيء علينا. بالنسبة للوزارة الأولى قالت أنا ما نقبلكمش، قبلتنا لوزارة الصحة كانتداب، ما معطونا حد شيء كتابي وإلا يثبت إن احنا منتدبين. وتوا عندنا 11 شهر ما خلصناش ومضربين. توا عندنا جمعة في بهو الإدارة متاع المستشفى، والتو مازال ما ثم حتى حل. المطالب الأساسية متاع التحرك هذا متاع اليوم؟ المطالب الأساسية تسوية الوضعية متاعنا. نحبوا شهريتنا كل شهر على خاطر احنا 11 شهر ما خلصناش. نحبوا لي كونترا متاعنا، أمورنا واضحة، تسوية وضعيتنا. شكرا.